مران فريقنا اليوم استعدادا لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر. تربي قرر منح راحة 5 أيام لرباع الأهلي محمد شريف وياسين مرعي وقفشة وكريم فؤاد بعد العودة من المشاركة في كأس العرب. محمد معروف حكما لمباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر يوم الجمعة المقبل. قفشة اشتكى من آلام في عضلة السمانة عقب مباراة منتخب مصر والأردن في كأس العرب. اللاعب سيخضع لكشف طبي غدا للإطمئنان على حالته. حسين الشحات لسيفن كورة: البعض لديه مفاهيم غير حقيقية عن غرفة الملابس، كلنا على قلب رجل واحد، وما فعلته الموسم الماضي مع إمام عاشور ومساعدته في الفوز بلقب هداف الدوري كان نتاج روح العائلة التي تجمعنا. الدكتور أحمد جبالة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكد إن كريم فؤاد لاعب الفريق سوف يخضع لفحص طبي جديد عقب العودة من قطر ونهاية المشاركة في بطولة كأس العرب، وأوضح أن الجهاز الطبي سوف يحدد برنامج العلاج الطبيعي للاعب والتأهيل الخاص بالفترة المقبلة. الأهلي يجهز عرضا لشراء ال6 شهور المتبقية في عقد اللاعب يوسف بالعمري لاعب الرجاء. الأهلي حدد 500,000 دولار لضم يوسف بالعمري الظهير الأيسر لنادي الرجاء المغربي في الانتقالات الشتوية. أحمد شوبير لسيفن كورة: الأهلي ما زال يضع حامد حمدان في الصورة حتى هذه اللحظة، ولكن الأولوية لرأس الحربة والظهير الأيسر. الأهلي ما عندوش أي مانع في رحيل جريديشار وأشرف داري بشرط يجيلهم عروض وممكن يتحمل جزء من رواتبهم، وكمان بيحاولوا محاولة أخيرة مع ديانج. مصدر من داخل الأهلي: الأهلي فعلا عايز يزن النعيمات وفي قناعة تامة بيه، وبيحاول يوصل لاتفاق مع نادي العرب القطري لأنه مش عايز يدخل في قصة الشرط الجزائي ومستني الموافقة النهائية من تروب. جوزيه جوميزا المدير الفني للنادي الفتح السعودي: كل ما يتردد حول ضم مروان عطية للنادي الفتح السعودي غير صحيح، هذا لم يحدث ولم ندخل في مفاوضات مع اللاعب. بعد ارتباطه بالانتقال للأهلي، وكيل أعمال يوسف بالعمري طلب من الرجاء 650,000 دولار سنويا لتجديد عقد اللاعب. النادي المغربي توقف عرضه ل 480,000 دولار والجلسة انتهت دون الوصول لأي اتفاق بين الطرفين. إبراهيم دياباتي لاعب جايس السويدي: مفيش أي مفاوضات بيني وبين النادي الأهلي، وكل ما يقال حول انتقالي للأهلي غير صحيح، ولا يوجد أي اتصال بيننا في الفترة الماضية. صورة من مران منتخب مصر استعدادا لكأس الأمم الأفريقية. تحت رجل حسام حسن كرة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025. تصريحات حسين الشحات لسيفن كورة: الأهلي دايما مكان للأسماء المميزة في كل المراكز، والطبيعي إن ينضم إليه أفضل اللاعبين، فالأهلي هو من يصنع النجوم، ومهما بلغت مكانة أي لاعب الأهلي هو الذي يصنع البطولات. شيكابالا ينشر صورة ليه على الانستجرام برفقة أبو تريكة ووائل جمعة. المغرب تصطدم بسوريا والسعودية تواجه فلسطين بدور الثمانية في كأس العرب. فلامينجو البرازيلي يفوز على كروز أوزول بنتيجة 2-1 ويتأهل لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس الانتر كونتيننتال. المباراة ستقام يوم السبت القادم الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. لويس دياز يتحدث عن محمد صلاح: صلاح كان من أول من رحبوا بيه في ليفربول، جاء إلي وقال: إذا احتجت إلى مساعدتي يوما ما فأنا هنا من أجلك. أتذكر قوله لي على أرض الملعب: دعنا نجرب هذا، دعنا ننفذ هذا الحركة حتى تنجح. وبالفعل نجحت في المباراة. كانت لحظة رفع رقم الدوري الإنجليزي معه ورؤية مدى سعادته ومدى استمتاعه شعور لا يوصف. إنه دائما يسعى لأن يكون لاعبا أفضل وشخصا أفضل، وقد ترك بصمة عميقة في نفسي. سيبوسلاي يتحدث عن صلاح: أنا أحب محمد صلاح كإنسان وكصديق وكلاعب، قدم الكثير لهذا النادي، وسيكون قرار رحيله في يد النادي وقراره هو أيضا. تصريحات فان دايك عن محمد صلاح: صلاح الصديق المقرب لقلبي، ولكن ليس من شأني أن أحدد من يجب أن يعتذر، الأمر بين النادي ومو صلاح. المهاجم الإيطالي السابق أنطونيو كاسينو يوجه رسالة حادة لكراجر: قبل أن تتحدث عن صلاح اغسل فمك، أنت غير كافئ وتقول كلاما تافها. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.